ما عندكش الزبده وحبيتي توجدي كريم او بور، اروحي تشوفي كيفاش توجدي بديل كريمه الزبده. ناخذ اون تابلت تاع لا باتا غلاسي ولي المرجان وندوبها في حمام مريم، وتقدروا تذوبوها في الميكرووند. بعد ما دابت نزيد عليها كاس غير ربع بودره الشونتيي المرجان، وهذه هي اللي راح تعوض دور الزبده. ونزيد عليهم نص كاس ما سخون، نحركهم مليح، وبعد نغطيها او كونتاكت بالفيلم اليمونتير باش ما يدخلهاش الهواء، ونخليها تبرد في الفريجيدير. بعد ما بردت شوفوا كيفاش تولي جامده. نطلعها بالباتور، راح تطلع بالخف وتلاحظوا لا كولور تاعها تولي بلو كلير. شوفوا كيفاش تجي هكذا، راهي واجده باش نخدم بها. حطيتها في لابوش ادوي وجي فوغي بها هاد لي صابلي وشوكولا، وفي الوسط حطيت لا كريم دو نوازيت غريي المرجان، ونغلقها من الفوق بلو بسكوي صابلي، ونحطهم في الفريجيدير باش لا كريم تحكم روحها مليح وما تذوبش كي نغلاسيها. ومن بعد نغلاسيهم ديريكتومون بلا باتا غلاسي روشي المرجان. هاد لا باتا غلاسي تجي معمره بالبندخ وتعطي بون كوفرتور كي تغلفوا بها لي غاتو تاعكم. تجمد بالخف وتبقى بغيونت، وكي تعدوا على الحلوى القوام يبقى طري. والنص الاخر غلفتهم بلا باتا غلاسي ولي المرجان. شوفوا كيفاش القوام تاعها يجي بعد ما ذوبتها. سهل الخدمه ولو غاتو يتغلف كامل، وكي يجمد يولي ليس وبغيون. مع المرجان ديما فرحان.